القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. أعلنت شركة أوبر العالمية عن انتهاء خدماته في بلد الدنمارك، وذلك بعد أن كان الفرع الدنماركي لشركة أوبر قد أعلن سابقا أنه سيقوم بتعليق الخدمات في 18 من أبريل الجاري بسبب التغييرات المرتقبة في تنظيم قطاع النقل بالبلد الإسكندنافي. وحسب تقارير دولية، فإن الفرع الدنماركي لشركة أوبر يعيش أيامه الأخيرة بالبلاد، وذلك بسبب التغيرات القادمة في اللوائح الحكومية، قائلين لم يبق لنا أي خيار سوى توقيف الخدمة. هذا واعتبرت الشركة أن القانون في شكله الحالي يفرض مقتضيات غير عملية على السائقين الذين يريدون استغلال سياراتهم للاستخدام المشترك، حيث ينص القانون على وجوب توفر سيارات الأجر على أجهزة الاستشعار والمراقبة بالفيديو وعلى العدادات، الشيء الذي استنكره سائق أوبر. ومن جهته أعرب ممثل أوبر في الدنمارك عن أسفه وحزنه جراء القانون الجديد الذي فرضته الدولة، حيث اعتبره خطوة للوراء بالنسبة لخيارات النقل في هذا البلد الإسكندنافي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.